اهلا يا شباب، كل سنه وانتم طيبين. مبدئيا قبل اي حاجه، ايه رايكم في الفت؟ مش ممكن يا جدعان. من بعد احداث حصلت قريب، حروب بقى وفايلات ومش عارف ايه، جه في دماغي الناس الشريره، اللي هم الاشرار بس الحقيقيين، مش بتوع الافلام. وانا بعدي كده على الاشرار في دماغي، بما ان احنا في رمضان يعني، فجه في دماغي المنظر بتاع كفار قريش في الافلام، ابو جهل بقى وابو لهب والشله دي. دايما هم اغبياء جدا، سطحيين جدا، واحاديي البعد، احادي الخليه. هو عنده خليه واحده كفره. ابو جهل اصلا كان اسمه ابو الحكم، كان حكيم وكده يعني، وكان ممكن يبقى شخص وسيم عادي يعني، مش لازم يبقى شكله قبيح جدا كده. في مشكله كبيره في التمثيل ده للكفار في الافلام، الكفار الاوائل. عندك مثلا الجدع الطيب ده شكله عادي جدا يعني، شكله بني ادم عادي، ممكن يبقى عنده مثلا شركه مسحوق غسيل وعنده فيلا بدورين في كومباوند ما. لما اشوف كفار قريش عاملين كده بالغباء والسطحيه دي، هقول ان كانت هزيمتهم تبقى سهله قوي يعني، والناس اللي هزموهم ما عملوش حاجه صعبه، والوحي اللي نزل ساعتها كان يقدر على الناس بتوع ساعتها، مش الاشرار بتوع دلوقتي. لما احاول افهم اللي بيعملوه الناس دي دلوقتي، اللي شكلهم مش غبي، شكلهم عادي، بني ادمين عاديين وما بيتكلموش بطريقه بلهاء. بعد انت تشاينا هفتكر ايه بقى؟ هفتكر ان اللي معايا دلوقتي ده مش نازل عشان افهم هذا النوع من الشر وهذا النوع من الفساد، ودي مجرد محاول للفهم، ما بالك بقى المواجهه، عشان التصور بتاع زمان للكفار كان بهذه السطحيه. فانا مش قادر اتخيل ان الشر ممكن يبقى شكله كده، وهحس ان انا منفصل عن الدين ده، لان صوره الشر والفساد دلوقتي غير الصوره القديمه اللي اتهزمت. الشيخ عبد الله العجيري اتسال في بودكاست قبل كده عن إبستين وازاي شخص ممكن يوصل لهذه الدرجه من الشر والدناءه، وبصراحه كان رده غريب جدا يعني. لكن ما اخفيك على المستوى الشخصي كانت ردة فعلي لما كان يطرح هذا السؤال، اللي هو قضيه هذا النمط من انماط التوحش الغريب، يعني قضيه الاعتداء على الطفوله، يعني تصل مساله بحسب ما هو التسريبات القائمه الموجوده، قضيه القتل في طقوس معينه، في امور معينه غريبه يعني إلى حد لا بأس به. فكان ردة الفعل الأولية بالنسبة لي، حتى كنت في تجمع شبابي معين فكانوا يسألون عن قضية، قلت لهم بصراحة لو أراد الإنسان محاكمة هذا المشهد بقدر من العقلانية، فأنا أعتقد إنه هو موقف عقلاني جدا. يعني هذا الإنسان إذا استطعت أن تفرغه من ركيزتين إيمانيتين عميقتين، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر، فأظن أن من الطبيعي جدا أن الإنسان سيتمدد إلى مثل هذه المساحات. فمش صعب ان انا اتصور حد يوصل للليفل ده، اللي هي اصلا حاجات حتى لو ربنا كان محللها عمر واحد يفكر فيها ابدا، ما يجيش في نفس البني ادم ان هو يعملها. ابو جهل الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليه فرعون هذه الامه، وانا بصراحه ما قريتش كفايه عشان اعرف هو ليه يستحق اللقب ده، او ما فهمتش بصراحه يعني هو ايه اللي عمله يماثل في القدر اللي عمله فرعون من ادعاء الوهيه وقتل الابناء واستحياء النساء. لكن لو على اللي عمله فهو عمل كتير، هو اذى الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه، محاولات قتل وتزعم الكفار ضد النبي وعدائه للرساله. فانت فاكر ان واحد زي ده، وكمان كان بيلقبوه بالحكم قبل طبعا ما يتغير اسمه ابو جهل، هل تصور ان هو كان غبي يعني؟ كان عبيط مثلا، او كان اللي هو كده زي ما بيصورونا في الافلام؟ هو ينطبق عليه اوصاف اخرى، افلا يبصرون افلا يعقلون افلا يسمعون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. ولكن ده مش بالضروره معناه ان هو كان غبي او ساذج دنيويا. ده اللي بيخلي الناس تستغرب بصراحه لما تشوف مثلا حد زي اينشتاين ولا مش عارف نيوتن ولا تسلا، حد معروف ان هو ذكي يعني ويكون كافر. اللي هو ازاي واحد بالذكاء ده مش شايف الحقيقه؟ هي ما بتحسبش كده. الذكاء المتعارف عليه مش هو اللي بيفصل في الحاجات دي، فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. بس احنا بنتصورين اللي كان شرير ده او اللي كان كافر ده وكان بيعمل ومسوي ده بالضروره يكون مخه تعبان. فلما بيجي حد بقى ذكي وبتاع، اللي هو ازاي ده ذكي وفي نفس الوقت مش شايف؟ مثلا سيدنا خالد بن الوليد، ما هو كان ذكي جدا وما خسرش ولا معركه قبل ما يسلم وبعد ما اسلم، فهو قبلها كان عبقري وكان عسكري فذ يعني، وبعدها برضه اول ما كانش اسلم كان هيفضل ذكي برضه عسكريا وخططيا وكده. اللي احنا مثلا بنقول عليه دم محامي قبل الاسلام، برضه بعد الاسلام اللي معروف عنه ان هو بيحب ياخد وقته وما بيتسرعش في اتخاذ القرارات قبل الاسلام، هو نفس التركيبه بعد الاسلام برضو، عشان دي خصائص، هي مش حاجه يعني لها علاقه بكده قوي. هي الفكره في التوجه بس، انت موجه الخصائص دي، المميزات دي موجهه فين؟ خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا او فقهوا. بصراحه ما كاتبينها فقهوا بالضمه، مش عارف ليه. برضو على فكره الخير الصرف اللي هو ما فيهوش غلطه، ما فيهوش تحديات، كأن الصحابه او اي حد صالح شايف الغيبه، هو عارف اللي هيحصل وش مع السكريبت،
برضو التصور ده كان بيعمل مشاكل بصراحه. لا هو عادي يعني، الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيخافوا وبيقلقوا، مش عارفين ايه اللي هيحصل، بيحزنوا عادي، بيخططوا وبيدبروا وبيتشاوروا. فكل دول على الحق. ده مش معناه ان انا مش هواجه صعوبات وان انا مش هبقى في اوقات خايف ومش عارف اعمل ايه، او معناه ان انا خلاص شايف المستقبل وعارف ان انا في الاخر هنجو وهنجح وهتدري تمام زي الفل. لا خالص، ده كله بيعمل مشاكل في تصورنا عن الدين، عن الخير وعن الشر. انا خلصت بس الكلام لسه ما خلصش. في واحد كتب لي كومنت بيقول لي واضح توجهك الديني، انت في الدقيقه 8:35 ثانيه قلت بالظبط ما يدل على ماذا عن الان.